تعالوا اقول لكم انا حققت ايه في سنة 2025. والفيديو ده مش للقلاطة خالص ولكن للتذكرة، وعشان يكون ملهم لكتير من الناس بتحاول تعمل حاجة في حياتها. اولا الحمد لله فتحت شركتي تاني وهي لوكيشن ايجنسي بعد ما كانت مقفولة لمدة اكتر من سنة ونص. انا اكتشفت ان انا بحب شركتي جدا لدرجة ان انا اول ما رجعت من السفر اول حاجة عملتها ان انا جيت الشركة والموظفين مش فيها دلوقتي عشان بس اشوف هل الشركة وحشتني، هل انا فعلا بحب لوكيشن بطريقة فيها هوس. والحقيقة انه انا بحب لوكيشن بطريقه فيها هوس، والحمد لله عملنا جروث ريت مرعب. ولما فتحنا المره دي فتحنا بشكل قوي جدا، 5 استوديوز جداد، عملاقه، تيم كبير الحمد لله. ووصلنا ان احنا بقى معانا كلاينتس قويه جدا ما كناش بنتعامل معاهم في السنين اللي فاتت. سيجمنت عليت، الناس بقت تعرفنا اكتر، والحمد لله اكبر حاجه انا حققتها في الموضوع ده انه بقى بيتقال اسم لوكيشن من غير شريف خالص. والناس والكلاينتس حققوا لي امنيه حياتي ان هم بقوا بيقولوا شكرا لوكيشن للمؤسسه، مش بيقولوا شكرا يا شريف. حاجه رقم 2 المنه اللي ربنا انعم عليا بيها ان انا قدرت اجيب عربيه حياتي اللي انا بحبها من وانا صغير، واجيبها كمان واعدلها بكل السبيك اللي انا كان نفسي فيه من وانا صغير. فالهوندا سيفيك موديل 94 اكيد مصر كلها عارفاها. الحمد لله بفضل من ربنا قدرنا نجيب العربية، ومن أحسن العربيات اللي أنا بالنسبة لي قريبة لقلبي. بعدها جبت عربيات تانية الحمد لله برضو بحبها زي السوبارو، زي الستيروين، زي التويوتا، والحمد لله ده فضل من عند ربنا كبير جدا. حاجة رقم 3 إني كان في ناس كتيرة قوي في سنة 2025 بتراهن على فشلي كإنفلونسر، مع إن في حين إن أنا في الفترة دي كنت ماسك أكبر ناس ممكن تكون بتتفرج عليهم في السوشيال ميديا، بعمل لهم بيرسونال براندنج وبعمل لهم البلاتفورمز بتاعتهم، وانت بتشوفهم وبيطلعوا لك فايرل كل شويه بترند جديد على السوشيال ميديا. والحقيقه انه كانت الناس بتقول لي ازاي انت ماسك الناس دي وفي نفس الوقت انت ما عندكش البلاتفورم بتاعتك بتحقق اي ريتش زي اليوتيوب، زي انستجرام، زي فيسبوك، زي التيك توك. وكان ده تشالنج كبير جدا بالنسبه لي. راهنت على نفسي وقلت انا لازم اطلع بالبلاتفورم بتاعتي في اسرع فتره جروث ريت للفيلد اللي انا هخشه. وفعلا ده حصل الحمد لله. في مجال البيزنس على فيسبوك انا قدرت اوصل ل 80,000 فولور واكتر من 6.5 مليون فيوز، وده كله حصل اراوند 3 شهور بس، والاعلى جروث. وكمان قدرنا نقدم استشارات في البيزنس كبيرة جدا لعدد اكتر من 150 براند حوالين العالم. ودي حاجة كانت مرعبة بالنسبة لي لما يخش لي حد من ايطاليا، حد من المانيا، حد بينفست في اسيا او شرق اسيا. دي حاجة قوية جدا لاني ما كنتش اتخيل ان ممكن ادي استشارات في البيزنس بره مصر، وده حصل والحمد لله. وعلى فكرة الاستشارات كانت بالكامل مدفوعة، ودي النقطة رقم 2 ان انا قدرت مش بس ان انا ابقى انفلونسر واحقق الريتش، لا ده انا كمان قدرت انه كونفرت الريتش بتاعي انه يبقى حاجة بتتباع، سلعة بتتباع للناس وبيدفع فيها فلوس. وده ان دل على شيء يدل على العلم اللي الحمد لله ربنا وفقنا فيه. الحاجة اللي بعد كده وهو ان المجال بتاع العربيات انا ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هارجع للهواية بتاعتي تاني. فزي ما وصلت في الفيسبوك وقدرت اوصل ل 80,000، انا كمان في التيك توك وصلت لغاية 120,000 فولور واكتر من 16 مليون فيوز حصلوا في وقت قليل جدا. اقل من 4 شهور قدرت اوصل ل 16 مليون فيوز. ولحد يومنا هذا فهتلاقي لو دخلت تيك توك عندي هتلاقي انه في بورتفوليو كبير جدا عملاق من العربيات المعدلة الاكثر ندرة في الوطن العربي مش بس في مصر. وده كان حلم حياتي ان انا اقعد اتفرج على العربيات وامارس هوايتي، وكمان اطلع اقول للناس يا جماعة انا بحب العربيات من زمان بس محدش واخد باله. وده كان شغف عندي من وانا صغير، ولكن الحياة لهتنا، ولكن قررت ان انا لازم اعمل ده في 2025 والحمد لله ربنا وفقني. كمان الانستجرام وصلنا لغاية
1000 فولو واكتر من 8 مليون فيوز في اقل من 3 شهور، وما زالت البلاتفورمز بترانك لغايه يومنا هذا بدون ما انزل عليها اي حاجه، وكمان بزيرو انفستمنت، بزيرو تمويل، بزيرو دفع اعلانات، بزيرو كل الكلام ده. اورجانيك ريتش حقيقي وتارجت اودينس حقيقيين عرفنا نوصل لهم، وده بفضل انه عندنا الريسبي بتاعه النو هاو ازاي نقدر نعمل بيرسونال براندنج يكون ناجح ويريتش بدون اي جنيه يدفع على البلاتفورم. كمان اليوتيوب تشانل اللي فضلت اكتر من 7 سنين بجري وراها، وده بسبب اني مش مركز فيها خالص. في 2025 خدت قرار ان انا لازم افتح المونيتايزنج في اليوتيوب تشانل، ويبدا يجي لي باسيف انكم من اليوتيوب تشانل، ويكون دخل اضافي ليا بحيث اني اكسب من صناعه المحتوى، مش بس اني اعمل محتوى ناجح او يوصل للناس او ينترتين الناس. ففضلت ورا الموضوع لغايه لما الحمد لله فتحت المونيتايزنج، والنهارده اليوتيوب بيجيب لي باسيف انكم فعلا وانا نايم في السرير، بيجي لي فلوس من انتاج المحتوى اللي حضرتك بتتفرج عليه. وده بسبب ان المحتوى مهم وكمان مفيد وبينترتين الناس، وبيخلي الناس وهي بتتفرج بتستفيد وبتستمتع بالرحله اللي انا بعملها. وكمان اكبر نجاح ممكن نكون عملناه في 2025 اعتقد هم حاجتين برضو مهمين قوي بالنسبه لي. اول حاجه اني اسافر الامارات، يعني 2 دول ب 500 جنيه بس انت لازم تدفع دول عشان انت خلاص في المطار، ما عندكش اوبشن. زي ما كان نفسي اعمل اروح اشوف الماركت ده بيقول ايه واستكشف الماركت ده اكتر. واخيرا وصلت مطار ابو ظبي على خير الحمد لله، واشوف الناس مهتمه بايه هنا، وهل فعلا الاقتصاد هنا منتعش فعلا زي ما الناس بتقول، ويستاهل ان الواحد يجي يفتح مكان في الامارات او يشتغل في شركه في الامارات. فاخدت قرار سريع جدا انه لازم اخد بعضي اطلع الامارات، اشوف العالم اللي بره في الامارات ده ممكن يكون ازاي في العيشه. ودي اول مره اقعد الفتره دي كلها، انا تقريبا قاعد في الامارات بقالي اكتر من 8 شهور، والحمد لله الماركت هنا قوي جدا جدا جدا. وممكن برضو هتلاقي عندك في الديسكريبشن سلسله كامله لو انت عايز تيجي الامارات وتشتغل في الامارات ممكن تعمل ايه، تتصرف ازاي، تبدا منين، تتحرك ازاي، وكلها مبنيه على خبرات حقيقيه. مش بحكي لك حاجه ممكن تكون مثلا بقراها في كتب او بتفرج على فيديوز واجي اقول لك الحاجات اللي في الفيديوز، لا انا بقول لك التجربه الحقيقيه اللي حصلت معايا. فاتفرج على السلسله دي هتفيدك جدا لو انت عايز تيجي الامارات، ولو عايز كمان تنجح في الامارات فيعني لايك سبسكرايب في الشانل عشان خاطر يوصل لك كل الجديد. الحاجه الثانيه اللي بقول لكم مهمه جدا ما كنتش قادر اعملها ابدا وكنت بنصح بيها الناس دايما في مصر، وهي انك لازم عشان الشركه بتاعتك تكون ناجحه لازم تدار بدونك تماما. دي اول مره ادير شركتي من غير ما اكون في شركتي، عشان توصل في الاخر انك تبقى النهارده انفستر مش انك سي او للشركه وبرضه بتشتغل بايديك في الشركه بتاعتك. طول ما انت بتشتغل بايديك في الشركه بتاعتك فانت موظف عند نفسك في الشركه، وده انا بعتقد ان ده تحت بند الفريلانسر. يعني زيك زي اي فريلانسر ممكن يكون بيعمل شغل، ولكن الفرق ان انت حطيت مسمى كبير انت بتشتغل تحتيه. فعشان تعمل ده برضه هحكي لكم ازاي انا عملت كده، وازاي انه الموضوع ده اخد مني سنين كتير جدا من عمري عشان خاطر اوصل للحظه دي النهارده اني اقدر اقعد والشركه بتاعتي يتم ادارتها بدون تدخلي تماما. ممكن اتدخل بس في الحاجات اللي هي يعني urgent موت خالص، ولكن النهارده الحمد لله بفضل من ربنا برضو، بفضل التيم اللي معايا وبفضل الناس اللي بتساعدني دايما، بفضل انه الحمد لله بنسعى ونيتنا صافيه مع الناس اللي بنشتغل معاهم دايما، ودايما كلنا وان تيم وعندنا قاعده كده ورول ان مفيش حد بيشتغل في الشركه، كلنا بنسعى ان احنا نوصل لمكان واحد وهدف واحد. في نقطه مهمه قوي انه الحظ في كل الكلام اللي انا قلته ده بيلعب دور كبير جدا، فتوفيق ربنا اكيد 100%. يعني مفيش كلام في توفيق ربنا طبعا لينا. السعي الاستمراريه، الاخلاص في العمل، وانك تتقي ربنا في شغلك وفي الناس اللي بتشتغل معاها، ده اللي هيوصلك النهارده انك تبقى في مكان انت عايزه مش بيفرض عليك من الناس.
اتمنى يكون الفيديو ملهم للناس، والله ده مش استعراض للقوه خالص، ولكن انا برجع للفيديوهات بتاعتي من زمان بكتسب منها قوه، اشوف انا وصلت لغايه فين، حققت ايه، وصلت فين، هل انا حققت اللي انا كنت بتكلم فيه في السنين اللي فاتت، ولا في حاجه فعلا انا ما قدرتش احققها في السنين اللي فاتت. وده بيبقى قوة ليا او باور، بيديني انرجي ان انا اكمل اكتر كل سنة عن السنة اللي قبلها او اللي بعدها. وانصحك انك تعمل بورد كده، انا دايما كل سنة بعمل بورد كده بتاعتي، بحط فيها كل الصور، وهحط لك مثال للبورد اللي انا بعملها، بحط فيها صور لاهم الحاجات اللي انا نفسي تحصل لي في حياتي السنة اللي بعدها. يعني هل انا فعلا حققت الاحلام بتاعتي ولا نسيتها؟ وفي قاعدة بتقول لك طول ما الحلم ما اتكتبش هو مش مهم بالنسبة لك. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.